النهارده البطن الحلقه هتبقى عنها بسبب ان الاسئله كتير قوي بتبقى عن البطن. في ناس كتير قوي فاكره انك انت لو مرنت بطنك 220 عده بطن بكل اشكال البطن وجاب كام فيديو من على اليوتيوب والجو ده كده، هيصحى تاني يوم الصبح هيبتدي ان هو يلاقي عضله البطن مثلا عنده ابتدت تبرز او ابتدت تتشرخ او ابتدت تظهر بمعنى اصح. والكلام دوت طبعا غير صادق وغير مظبوط تماما بالمره، لان عضلات البطن ليها علاقه بالدهون اكتر. دي اول حاجه، عضلات البطن لازم تنزل الدهون اللي عليها الاول، بالذات منطقه البطن السفليه، عشان تبتدي عضلات البطن ان هي تظهر. عضلات البطن اصلا عندك مش محتاج ان انت تمرنها علشان خاطر توجدها لو في عليها دهون. انت لو نزلت الدهون وابتديت تمشي بنظام غذائي كويس هتبتدي تلاقي عضلات البطن بتطلع معاك، بس ده معناه ان هي هتظهر بس. اما عضله البطن زيها زي اي عضله، فعشان تكبر عضله البطن وتاخد فيها شكل وتحافظ عليها، سواء العضلات البطن الجانبيه او السفليه او العلويه او عضلات البطن بشكل عام، فهنا انت لازم تمرنها، سواء تمرنها حر او تمرنها بويت، ده حاجه ترجع لك انت. لكن عضلات البطن زيها زي اي عضله، لان في ناس بتيجي في الاسبوع تمرن باي وتراي وتشست وتمرن الرجل وتمرن الكتف وتمرن الباك وكل حاجه، وتيجي عند البطن ويقول لك اصل انا مش بمرنها. طب ليه مش بتمرنها؟ اصل هي كده كده عندي. لا، ده غلط. عضله البطن زيها زي اي عضله، عشان تكبرها لازم تمرنها.